بركة حياتنا ونور بيوتنا، صحتهم أمانة في رقبتنا. أهلا بيكم في المهم الصح. إيه اللي يخلّي نوم كبار السن أعمق؟ عشان نوم كبار السن يبقى أفضل لازم نتعرض لضوء الشمس من 15 ل 20 دقيقة صباحا، ده بينظم الساعة البيولوجية للجسم. لازم يبقى فيه نشاط خفيف برضو فترة الصبح، نمشي نعمل أي رياضة، ده بيخليهم برضو النشاط فترة النهار ده بيخليهم يعرفوا يناموا بالليل أفضل. لازم نقلل المنبهات، القهوة والشاي نشرب الصبح مفيش مشكلة، ابتداء من العصر مثلا أو الساعة 5 ما ياخدوش أي منبهات ولا قهوة ولا شاي ولا أي حاجة فيها كافيين. نقلل النوم برضو صباحا، لو هو عايز قيلولة أو حاجة لازم تبقى مش أكتر من نص ساعة، ويبقى آخرنا مثلا الساعة 4 العصر. الحاجة التانية مهم جدا نثبت مواعيد النوم والصحيان، يعني مش مثلا كل يوم ينام في ميعاد ويصحى في ميعاد، لا، لازم ميعاد النوم والصحيان يبقى ثابت. مهم جدا نهيئ البيئة بتاعة كبار السن وقت النوم، يعني مثلا المكان اللي ينام فيه هيبقى هادي، الإضاءة فيه تبقى خافتة جدا. مهمة جدا السرير اللي ينام عليه المرتبة تبقى مريحة، درجة الحرارة تبقى كويسة. مهم جدا ما يبصش في شاشات قبل النوم بساعة، يعني مثلا ولا موبايل ولا تلفزيون، النظر في الشاشات ده يخليه ما يعرفش ينام بالليل كويس. ممكن يقرأ في كتاب مثلا قبل النوم بنص ساعة ساعة، ده في ضوء خافت ده بيساعده ان هو ينام كويس. لازم برضو وجبة العشاء تبقى خفيفة، وبين الأكل والنوم على الأقل ساعتين عشان ما يحصلوش ارتجاع. وجبة العشاء ما يبقاش فيها مقليات، ما يبقاش فيها فاكهة، ممكن ثمرة فاكهة بس عن واحدة، والفاكهة اللي هي بتساعد على النوم. غير كده الوجبة تبقى خفيفة عشان يعرف ينام كويس. ممكن ناخد المشروبات اللي هي بتساعد على النوم زي الكاموميل اللي هو البابونج، زي اليانسون، زي اللبن الدافي. الحاجات دي ممكن تساعد على النوم، ممكن ناخدها قبل النوم بساعة. نشرب سوائل طبعا كتير خلال النهار، ابتداء من قبل النوم بساعتين، بلاش ياخد سوائل خالص. مهم جدا برضو نعالج الأمراض المزمنة زي مثلا مشاكل القلب، مشاكل الرئة، السكر، أي حاجة تعمل له آلام زي التهاب الأعصاب الطرفية، مشاكل العظام. أي آلام عند كبار السن أو الأمراض اللي قلنا عليها لو موجودة عنده دي بتعمل له أرق وتخليه ما يعرفش ينام بالليل كويس. برضو المشاكل النفسية، برضو الاكتئاب والتوتر برضو يخلوه ما يعرفش ينام بالليل كويس. مهم جدا برضو أراجع الأدوية مع الدكتور، أدوية زي مثلا مضادات البول لو بياخدها بجرعات كبيرة، أدوية زي مثلا أدوية الاكتئاب لو بيستخدم المهدئات بشكل مفرط. الحاجات دي ما تخليش كبار السن يعرفوا يناموا بالليل كويس. وطبعا بتمنى لكم حياة صحية خالية من الأمراض، ومستنية أسئلتكم واستفساراتكم في الكومنتس، واشوفكم في الحلقة الجاية على خير.